كسبنا البنك الاهلي اللي رقع الاهلي 4. وطبعا فوز بيجيب فوز، والزمالك فتح المدرسه. مدرسه الفن والهندسه رجعت من الزمالك يا جماعه، بقى فريق مرعب يخوف اي حد. عندك زيزو، عندك احمد حمدي، بسم الله ما شاء الله عليهم، ناصر ماهر، سامسون، عمر جابر، فتوح، حسام عبد المجيد، عواد، مش عايزين ننسى اي اسم. كل لعيبه الزمالك رجاله. نادي الزمالك بيقدم كوره جميله دلوقتي، مش بس ان هو بيكسب، واحنا مش من الانديه اللي هي بتدور على الفوز والبطولات وخلاص. احنا نادي فن وهندسه، ولازم نقدم متعه ونقدم كوره جميله تستحق ان انت تتفرج عليها. نادي الزمالك الاهلي اللي زي ما قلنا ان هو رقع الاهلي 4 قبل كده، مش بيكسبه وبيكسب ال3 نقاط، ولكن كمان باداء جميل. في لاعب فعلا لفت نظري في الماتش امبارح، ومش انا لوحدي لفت نظر دي، سواء الاهلاويه او الزملكاويه. وبتمنى يا كابتن حسام حسن، يعني لو انت فير فعلا، ولو انت هتمشي بما يرضي الله زي ما انت كنت بتقول، احمد حمدي لاعب بسم الله ما شاء الله عليه، دفاعيا وهجوميا. وحتى يبين لك احمد حمدي مستواه وصل لحد فين. الهدف مش الهدف اللي جابه، الهدف الثاني الملغي بتاع زيزو، اللي برضه غريب جدا ان هو يتلغى. احمد حمدي بقى بيمثل لزيزو دلوقتي، لعيب ممكن يخلي زيزو يروح مرتاح مرمي على زيزو. احمد حمدي ما شاء الله نمسك الخشب. حسام من حد لعيبه الزمالك شويه وينغلب من طوب الارض، الاهلي شايله 4 لان كده. احمد حمدي شوف كام فرصه عملها احمد حمدي لزيزو. وبرضه حاجه غريبه جدا ان زيزو لما بيبقى على الوينج ويرقص ويكسر لجوه ويرفع، ما بيبصش الا الاثنين، لسامسون ولاحمد حمدي. يعني كوره احمد سيد زيزو بياخد الكوره ويرمي على طول قويه جدا من احمد حمدي، من ناصر ماهر، ومن خط وسط الزمالك. الحاجه الثانيه اللي هنتكلم عليها النهارده، واللعيب الثاني واللي برضه اضافه قويه جدا للهجوم في نادي الزمالك، سامسون اكينيولا، اللعيب المحترف واللي كان بيتعرض لانتقادات كبيره جدا من جمهور الزمالك في اول مشواره مع نادي الزمالك، ولكن بيغير سبحان مغير الاحوال. في ماتش دريمز هو اللي بيفتح لك الماتش، والنهارده بيتسبب في ضربه جزاء وبيمثل خطوره كبيره جدا جدا على دفاع خصوم نادي الزمالك. كل الدروس الماتش ده نستفاد منها، ونحط بقى خطتنا للنهائيه قصاد نهضه بركان، ونتعلم برضو من الاخطاء لو في اخطاء الماتش ده. هجوميا وخط الوسط بقى فريق مرعب وصعب جدا اي فريق يقدر يقف قدامه، ومتفائل خير ان شاء الله بالفتره اللي جايه. وعايز اقول كمان لجمهور نادي الزمالك وفريق الزمالك، احنا لو ركزنا الفرق بيننا وبين الاهلي 6 نقط، ولسه ما قابلش فرق كتير في الدوري، والاهلي هيقع وما وقعوش في الدوري السنه دي. انا شايف ان المنافسه مش بعيد عننا، 6 نقط في مشوار الدوري طويل جدا. وشفنا ليفربول خسر ال6 نقط في ماتشين بس، يعني وارد جدا الاهلي يحصل له تعثر ويخسر ال6 نقط دول في ماتشين ورا بعض، هوب تلاقي نفسك انت اول الدوري. بيراميدز بقى، انبي المصري، مع احترامنا ليهم هم قويه وكل حاجه، ولكنهم مش منافسين على الدوري. المنافس الوحيد لنادي الزمالك على الدوري هو النادي الاهلي. والنادي الاهلي لو شلت، مع احترامي ليه، لو شلت امام عاشور وحسين الشحات خلاص وقع الاهلي، بدليل ان هو خسر كام ماتش وتعادل كام ماتش في غياب الاثنين دول. عايز اتكلم بقى على امام عاشور. الاهلاويه بيقولوا لك امام عاشور جاب جون عالمي ومش عارف ايه، والزملكاويه شايطين والزملكاويه زعلانين من امام عاشور جاب جون. طب ما هو امام عاشور ده في الاول وفي الاخر هو الزمالك، يعني لما يجيب جون حلو زي ده هو برضه فيه من ريحه مدرسه الفن والهندسه. دي حاجه تفرحنا مش حاجه تزعلنا يعني. وامام عاشور مصيره هيحترف، لان لعيب من الاخر امكانياته اكبر من اي نادي في مصر ما عدا نادي الزمالك طبعا. يعني ما لو قعدوا في الاهلي ده خساره ليه؟ المفروض امام عاشور يحترف عشان يبقى زي محمد صلاح والنني واحمد حسن وميدو والناس اللي احترفت. وقعدوا في الاهلي مش هيضيف له كتير يعني، بالعكس ده الاهلي بيعتمد على امام عاشور. الاهلي من غير امام عاشور دلوقتي هيبقى ناقص كتير جدا. ما تنسوش تدعمونا في قناتكم يوميات زملكاوي باللايك للفيديو والاشتراك في القناه وشير فيديوهاتنا عشان توصلوا.